لما فتحت عيني بعد العملية كانوا كل أهلي موجودين. بصيت حواليا وأنا بشوف وشوشهم بلهفة، وفجأة عيني جت على آخر حد أتوقعه. بس قبل ما أحكي لكم اللي حصل في قصة النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا القصص الجديدة أول ما تنزل على طول. أنا اسمي شاهندة وعندي 17 سنة. أنا من عيلة غنية ومشهورة، وبروح مدرسة خاصة كبيرة، وعندي عربيتي بالسواق بتاعي. كل حاجة في حياتي ماشية زي ما بحلم بيها بالظبط، وعمر ما حد يقدر يقولي لأ، علشان كلهم بيخافوا مني لأني قلبتي وحشة. طول عمري كنت بنت بابا وماما المفضلة، وده كان واضح في معاملتهم ليا. ولما دخلت المدرسة برضو بقيت أهم واحدة وسط صحابي، وكلهم بيحاولوا إنهم يرضوني بكل الطرق، لأن صعب أصلا إن حاجة ترضيني. في يوم من الأيام بعد ما الأجازة خلصت ورجعنا للمدرسة، لقينا بنت غريبة شكلها مش من مستوانا داخلة علينا الفصل. الأول أنا فكرتها عاملة نظافة جديدة في المدرسة ولا حاجة. لبسها وشكلها وشنطتها كل حاجة كانت تدل إنها فقيرة. لكن البنت دخلت والأستاذة قالت لنا إنها زميلتنا الجديدة واسمها نهى، جاية بمنحة تفوق للمدرسة. لا وكمان خلت الفصل كله يسقف لها. كل الفصل بدأ يهتم بنهى بعد ما عرف إنها شاطرة، وبدأوا البنات يتكلموا معاها ويطلبوا منها تقعد معاهم وقت الفسحة. نهى كانت عشرية وطيبة، وكمان دمها خفيف، وده خلاهم كلهم يحبوها. وبمرور الوقت بدأوا يطنشوني كأني مش موجودة. طبعا ده قوم عفاريت الدنيا وخلاهم يتنططوا قدام وشي. يعني ايه بنت جديدة تيجي المدرسة وفي ظرف أسبوعين تسحب مني الجو كله؟ كل صحابي بقوا صحابها، ومحدش بقى عاوز يخرج معايا، بالذات إنها كانت بتساعد الكل يذاكر. ولأنها شاطرة ده خلاها كمان تبقى محبوبة بين المدرسين. كان لازم أتصرف، كان لازم ألاقي طريقة علشان أحل بيها المشكلة دي قبل ما الموضوع يتطور أكتر من كده. فكرت في خطة علشان أخلص بيها من نهى. كلنا كنا عارفين إن نهى فقيرة وكمان يتيمة، ومعاش أبوها يا دوبك بيكفيها هي وإخواتها. علشان كده في مرة وكل الفصل بره ساعة الفسحة، دخلت وحطيت فلوس كتير في شنطة نهى. وأول لما رجعنا من الفسحة فتحت شنطتي أدور على الفلوس، وبدأت أعيط وأقول إنهم ضاعوا مني. كل المدرسة دورت على الفلوس لكن محدش لقى حاجة. وقتها رحت للأستاذة بكل براءة وقلت لها يمكن يكونوا اتسرقوا. وقتها الأستاذة طلبت إن كل الشنط تتفتش، وطبعا لقيوا الفلوس في شنطة نهى. نهى كانت مصدومة وحاولت تثبت إن في حاجة غلط، بس المديرة ما كانش قدامها حل غير إنها ترفدها من المدرسة. عرفت بعدين إن نهى مشيت من المدرسة ورجعت تاني لمدرستها القديمة. وبعد اللي حصل لما أمها عرفت اللي جرى تعبت وقعدت في البيت، ونهى اضطرت إنها تسيب دراستها وتنزل تشتغل. أنا ما كنتش مهتمة بأي حاجة من دي، ومبسوطة إن خطتي نجحت وخلاص. كل حاجة رجعت تمام، وصحابي رجعوا تاني يهتموا بيا، والكل نسي نهى ومستقبلها اللي اتدمر بسببي. بعد شهر من اللي حصل في المدرسة مع نهى كنت مروحة بالعربية للبيت، لكن فجأة طلعت عربية بسرعة قدام السواق معرفش إنه يتفاداها، وعملنا حادثة كبيرة قوي أغمى عليا فيها الأيام. ولما صحيت في المستشفى كنت سامعة أصوات أهلي والدكاترة وهما بيتكلموا، بس ما كنتش شايفة أي حاجة. في الأول فكرت النور مقطوع، لحد ما سمعت صوت الدكتور بيقول لأهلي إني اتعميت في الحادثة، وإنهم ما يعرفوش نظري هيرجع تاني ولا لأ. الصدمة كانت كبيرة علينا كلنا، وعليا أنا أكتر من أي حد. أنا كده خلاص مستقبلي ضاع. إزاي هدرس أو هعيش حياتي وأنا عامية؟ ده أنا حتى مش هقدر أساعد نفسي. جالي اكتئاب وبقيت خلاص مش عايزة أعيش، وكل محاولات ماما وبابا إنهم يخلوا نفسيتي أحسن ما كانش ليها أي نتيجة. بقيت بقضي كل الأيام في السرير بعيط، وده كان بيأثر بالسلب على عينيا أكتر. مرت الأيام وأنا حالتي بتتدهور أكتر. كل صحابي بعدوا عني، محدش كان مستعد يقعد مع واحدة مملة وحزينة طول الوقت من غير أي حاجة ممكن يعملوها سوا. واكتشفت إن كل حياتي وصداقاتي كانت كدبة كبيرة، وابتديت كمان أحس بالذنب من اللي عملته مع نهى. أكيد اللي حصل لي ده بسبب اللي عملته مع البنت المسكينة، وزي ما ضيعت مستقبلها وفضحتها ودمرت حياتها، ربنا انتقم لها مني وخد نور عينيا وحياتي اتدمرت. ماما وبابا ما كانوش قادرين يشوفوني في الحالة دي ويسكتوا، علشان كده ماما قررت تجيب حد يقعد معايا وياخد باله مني ويسليني، وما لقيتش حد أنسب من إنها تجيب واحدة من سني تاخد بالها مني. في يوم سمعت صوت باب أوضتي بيتفتح، ولقيت ماما بتقولي سلمي على الممرضة الجديدة يا شاهندة. هي مش ممرضة قوي،
هي هتكون صاحبتك، هتاخد بالها منك وتخرج معاكي وتقرالك الكتب وتسلوا بعض، اعتبريها صاحبتك. طبعا أنا كنت بطلت غروري القديم وكنت ممتنة لأي حد مستعد يفضل معايا وياخد باله مني. البنت كان اسمها ندى وكانت طيبة جدا وبتضحكني وبتحاول تخرجني من الاكتئاب اللي عندي. في الأول كنت حاسة إنها مش واخدة عليا، كأن في حاجة مزعلاها أو مخوفاها مني، لكن بعد شوية بدأت تحبني وبقينا نعمل كل حاجة سوا، نخرج ونتفسح ونجيب لبس. هي اللي كانت بتختار لي كل حاجة، علشان طبعا ما كنتش شايفة، كانت عيني وإيدي في الدنيا. حتى اخواتي ما كانوش حنينين عليا زيها. حالتي كانت بدأت تتحسن في وجودها، وحتى العلاج بتاع عيني كان بدأ يجيب تأثير، بس لسه تأثيره كان ضعيف. ندى كانت دايما بتشجعني أكمل علاج مهما تعبت ومهما كان العلاج بيوجع، وكانت دايما بتيجي معايا عند الدكاترة من غير فلوس زيادة رغم إن ده مش شغلها. بس في يوم من الأيام ندى فجأة اختفت وما بقتش تيجي، وحسيت إني خسرت كل حاجة من تاني. الاكتئاب رجع والوحدة بقيت أسوأ من الأول، وعلاج عيني بدأ تاني ينتكس، لولا إن في يوم ماما جت بسرعة تقولي ندى جت. وبعدها ندى جت وقالت لي إن مامتها تعبت شوية وكان لازم تفضل جنبها. سكت شوية، حسيت إني أنانية واخدة ندى تسليني مع إن مامتها محتاجاها أكتر مني. قلت لها لو عاوزة تقعدي جنب مامتك امشي، وأنا مش هقطع مرتبك ومش هطلب منك تفضلي هنا. اعتبري إننا اخوات. أنا مرة زمان عملت غلطة كبيرة قوي وربنا بيخلصها مني، وأنا دلوقتي بحاول أكون شخص أحسن وعمري ما هكون أنانية تاني. بس ندى عيطت وقالت لي إن عمرها ما هتمشي وتتخلى عني، وهتحاول تقسم وقتها بيني وبين أمها لحد ما أخف وارجع أحسن من الأول. وفعلا ندى فضلت جنبي لحد ما ربنا شفاني، ووقفت جنبي وقفة عمري ما هنساها وأنا بعمل آخر عملية علشان أقدر أشوف. لما فتحت عيني بعد العملية كانوا كل أهلي موجودين. بصيت حواليا وأنا بشوف وشوشهم بلهفة، وفجأة عيني جت على آخر حد أتوقعه. لقيت نهى قدامي. ما كنتش فاهمة أي حاجة، بس نهى ابتسمت وقالت لي إزيك يا شاهندة دلوقتي؟ ألف سلامة عليكي. أنا دلوقتي خلصت الواجب اللي عليا وأقدر أرجع لأمي، لو احتجتيني في أي وقت كلميني. ما كنتش فاهمة هي بتقول إيه ولا فين ندى، لحد ما نهى حكت لي الحقيقة كاملة. بعد ما تسببت في طردها من المدرسة، وبعد ما أمها تعبت ونهى سابت الدراسة، اضطرت إنها تشتغل، بقيت تروح تهتم بالناس التعبانين اللي محتاجين مرافق. وفي يوم من الأيام حد كلمها يطلب منها تيجي تقعد مع بنته اللي قدها في السن لحد ما نظرها يرجع. وإنها لما جت اتفاجئت إني أنا البنت. في الأول كانت هترفض لأنها ما كانتش قادرة تسامحني، بس قلبها رق لما شافت حالتي وقررت إنها تساعدني وتنسى اللي فات. وبمرور الوقت بدأت تحبني فعلا كأني أختها، وكان نفسها أخف بجد، بالذات بعد ما عرضت عليها المرتب من غير ما تسيب أمها علشان أساعدها. اتكسفت من نفسي أكتر وقعدت أعتذر لها عن كل اللي عملته فيها. وأول حاجة عملتها بعد ما خرجت من المستشفى كانت إني أروح المدرسة بتاعتي وأحكي للمديرة كل حاجة. ما كانش مهم هترفض ولا لأ، المهم إن الحق يرجع لأصحابه. المفاجأة إن المديرة قررت ترجع نهى بس ما ترفدنيش. قالت لي إنها شايفة إني خدت جزائي فعلا، وإن كفاية اللي حصل لي، وإنها واثقة إني أنا ونهى هنكون صحاب كويسين. نهى رجعت المدرسة، ومن يومها أنا وهي أقرب أصحاب لبعض، وتعلمت إن اللي بيعمل حاجة دايما هتتردله سواء خير أو شر.